حملة واسعة قامت بها مديرية الموارد المائية في بابل لردم بحيرات الأسماك غير المجازة وإغلاق المجازة منها بعد انخفاض مناسيب المياه في شط الحلة. وتهدف الحملة إلى تأمين المياه للمناطق الزراعية ومحطات الإسالة. بحيرات الأسماك حقيقة تستهلك مياه أكثر من مياه الري، وبالتالي الاستمرار بوجودها يعني استمرار بهدر كبير، ولا سيما احنا نمر بشحة مياه. وعلى أثر هذه الحملة سجلت الأسواق المحلية في بابل ارتفاعا ملحوظا بأسعار الأسماك، فيما يعزو المواطنون هذه القفزة المفاجئة في الأسعار إلى حملة ردم البحيرات التي أطلقتها السلطات المختصة. بالنسبة لردم بحيرات الأسماك هذا صحيح، لأن أولا مي ماكو وقاطعين المي على كل البحيرات، وخاصة المناطق يعني مثل ما نشوف مناطق الريفية، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسماك. وهسه أشوف الكيلو ب10 وقابل الزيادة، احتمال حتى يصل 25 20. مين يجيب المواطن؟ الفرص العمل ضعيفة، الشغل ضعيف، يعني وين يروحون؟ وين ينطون الوجوه؟ أنا أشتغل هنا ب10,000، أروح أشتري السمك ب25 ما أشتري، فهذا الشيء مضر علي ومضر علينا على المواطن. فالمواطن منين يجيب؟ ويرى مراقبون بأن الوضع المائي في بابل يزداد سوءا، كما أشادوا بخطوة الحكومة المحلية في إزالة جميع المتجاوزين على الحصص المائية والتي أثرت بشكل كبير على الزراعة في السنوات الأخيرة. ليوان نيوز، حسين العوادي، بابل.